ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقه عمل الشاورما بجد سهله وسريعه وجميله جدا. اول حاجه هنجيب 3 بصلات كبار نقطعهم شرايح كده زي ما انتم شايفين، وهنحط التوابل اللي هي بابريكا وملح ومعلقه دقيق وشويه اسود وتوم باودر وبصل باودر. بعد كده هنحط عليهم الصدور بتاعتنا اللي احنا مقطعينها شرايح زي البصل كده. كده هنجيب صينيه ونحط شويه زيت. اول ما يبدا يسخن خالص هننزل الفراخ بتاعتنا كده. مش هنقلبها كتير، يا دوبك بس هنفردها في الصينيه عشان تاخد صدمه من تحت، عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده. اول ما تبدا تاخد لون بقى نبدا نقلبها تقليبه كده تاخد اللون على الناحيه التانية. خدت كده اللون كويس جدا وانتوا شايفين، والبصل الدابل معانا. هنبدأ ننزل الفلفل، قطعناه برضو شرايح، وهنقلبه كده تقليبتين عشان الفلفل يدبل معانا. بعد كده وهنحط الطماطم اهيت، هي على حسب الرغبة، يعني انتوا لو حابين تحطوا طماطميتين حطوا، مش حابين لا، بس هي بتدي لون وطعم كده جميل. بعد كده هنكون مجهزين معايا فصين توم هرسنهم كويس، هنبدأ نحطهم. بجد التوم بيديها طعم وبيخليها في حتة تانية. اول ما يبدأ التوم يدي ريحة كده حلوة معانا نبدأ نقلبه مع الشاورما بتاعتنا. وهنكون مجهزين ربع كوباية مية هنبدأ نحطها على الشاورما بتاعتنا، ونص ليمونة. وبعد كده احنا دقناها لقيناها عايزين ملح، حطينا شوية ملح وشوية كزبرة معانا وبس، وهنسيبها شوية على النار كده حبة. بعد كده نبدأ نحطها بقى في السندوتشات، وهتبقى معانا أحسن وأجمل شاورما بجد. هي جميلة وطعمها حلو، وما تنسوش تقولولنا وتجربوها وتقولولنا رأيكم.